السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. جايبه لكم بقى النهاردة مشروب سحري في البرد والشتا ده. طبعا معظم الفراخ قطعة. بيتقطع بيض ليه؟ يا إما بتغير ريش القلش زي ما انت شايفة الفراخ كده عريانة وريشها واقع، يا إما من شدة البرد، يا إما لا قدر الله عندها مرض. طيب انا هفهم ازاي واعرف ازاي؟ اللي بتغير ريش زي ما انت شايفه كده بتلاقي ريش كتير قوي واقع في الارض، بتلاقي الفرخه ظهرها فاضي، حته من جسمها فاضيه ما فيهاش ريش. لكن لما تكون الفرخه بسبب مثلا مرض لا قدر الله، بتلاقي الفراخ قلت في الاكل وفي الشرب، ما بقتش تاكل، بتلاقيها بدات تخس وتنشف، بتلاقيها مكرمشه، كمشانة كده، بتعرف ان الفرخة دي عيانة. هو ده كان سبب ان الفراخ قطع بيض. فلو مفيش اي حاجة من الاسباب دي موجودة عندك، طبعا احنا قلنا ازاي نعالج ده كله. يعني لو لا قدر الله في شوطة او مرض، في ليها علاج، ولو عايزة تعرفيه اكتبيلي في التعليقات واحطلك الرابط. لو الفراخ عندها قلش او بتوقع الريش برضو اكتبيلي في التعليقات ونحطلك الرابط بتاع العلاج ده. وقلنا كتير ان لازم نحط شوربة الديدان كل 15 يوم، شوربة ديدان بندكس. طيب انا بعمل كل ده وفراخي حلوة زي الفل، بس قطع بيض. يبقى الجو بقى برد، الجو برد لازم هنعمل المشروب الجميل اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا لسه هقول لكم عليه دلوقتي ده. جميل جدا جدا جدا، ولازم في الجو ده وفي الشتاء ده وفي اللي احنا فيه ده. الفراخ ديت هتستحمل ازاي؟ لازم نساعدها. طبعا عشان فراخك تنتج انتاج بيض كويس لازم تشتري فراخ نوعية كويسة. دلوقتي النوعيات كلها غريبة جدا يا جماعة، يعني حصلت عندي وعند اكتر من واحدة من حبايبي المتابعين بتوع القناة. الفراخ بلدي، بس يعني اللي بتبقى متهجنة دي، وتلاقيها مفيش عنقود بيض خالص، وتقعد بالسنة واكتر، وما تيجي تذبحيها ما شاء الله طربوش احمر وكل حاجة وزي الفل، تذبحيها تلاقي عنقود البيض مفيش، يعني اديكي بيض وهي لا. فده انا بعتقد انه بسبب التهجينات الغريبة اللي بيقعدوا يعملوها. فبيطلع انواع عقيمة. يعني الفرخة دي ممكن تقعد اكتر من سنة وسنة ونص وسنتين وبرضه ما تبيضش. تعرفيها ازاي؟ بانك تذبحيها وتشوفي عنقود البيض. والله ده في نوعية فراخ موجودة كده مع الأسف يعني. امال نجيب ايه؟ هات الفراخ البلد المشعر، هات الفراخ البلد الحر، والله المستعان، يعني انت وحظك برضو. هاتي الفراخ الجميزة البياض. التلات انواع دول كويسين، لكن ابعدي عن الانواع التانية والمستنبطة والمش عارف ايه وكل الكلام ده كله. الكلام ده مش معمول صح، ومع الاسف يعني خرب بيوت ناس كتير، لانه مش الفرخة مش حلوة في الانتاج خالص. فدلوقتي الفراخ المضمونة ان شاء الله في الانتاج هي البلدي الحر والبلدي المشعر والجميز البياض. غير كده ما تشتريش فراخ لإنتاج البيض، هيبقى ايه؟ إنتاج لحم في الغالب يعني. جبتيهم بقى وربيتيهم صح وعملت لهم زي ما احنا كده يعني بنأكل الفراخ بتاعتنا. لو انت عايزة تشوفي بتربي الفراخ ازاي من أول عمر يوم لحد ما تذبحيهم، لحد ما يبيضوا، لحد ما يبشروا بالبيض، اكتبيلي في التعليقات ونحط لك رابط بتاع دورة كاملة. لو عندك فراخ عندها شهر ولا شهرين ولا 3، احط لك دورة كاملة برضو، او لو عندها عمر يوم كمان، من اول يوم لحد عمر البيض. بطريقة بسيطة جدا بنحط حاجات تأسس عنقود البيض علشان الفراخ تبيض معاكي بسرعة. تمام. ده اهم حاجة، اللي ايه زي ما قلنا النوع. اهم حاجة النوع، بعد النوع التربية والتأسيس الصح، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمك فيهم وتحافظي عليهم وينتجوا لك احلى احلى بيض. في الشتاء بقى الفراخ طبيعي بتتأثر، يعني دي حاجة معلومة قديمة والناس كلها عارفاها. بتتأثر ازاي؟ لأنه عدد ساعات الإضاءة بيقل، وكمان البرودة نفسها بتأثر على الفراخ، بتأثر على إنتاج البيض. فلازم نعمل ليهم مشروب أو حاجة تخلي الفراخ دي ترجع تبيض تاني. فإحنا هنعمل إيه بقى؟ هنجيب معلقة من الفلفل الأسود. عارفين الفلفل الأسود؟ هو الحاجات ديت يفضل انها ايه تتطحن وتتحط على الاكل، بس طبعا لما تكون حاجه صغيره. لكن لما يكون حاجه كبيره زي كده فانت مش هتكفي ومش هتلاحقي، وانت عارفه الحاجات دي كلها غليت ازاي دلوقتي. فاسهل طريقه او اكتر طريقه اقتصاديه ان احنا نعملها مغليه. معلقه من الفلفل الاسود،
ومعلقة صغيرة من القرنفل اللي هو المسمار ده، وبحطهم على النار على لتر مية واخليهم يغلوا كويس قوي قوي، واحط معاهم نص معلقة كده صغيرة من الزنجبيل او الجنزبيل البودر، ولو عندك جنزبيل فريش ممتاز جدا جدا جدا. طيب ايه فايدة الحاجات دي؟ اولا الفلفل الاسود من المحفزات القوية جدا جدا لانتاج البيض، بيحفز الفراخ جدا لانتاج البيض. عندك حمام قاطع كمان هتحطيله فلفل اسود بيرجع يبيض. تاني حاجة القرنفل بيطهر الأمعاء وبيطهر كل يعني حتى التنفسي والمعوي، بينظف جسم الفرخة حرفيا، مضاد حيوي قوي وطويل المفعول، وما بيتغلي ما بيفقدش قيمته خالص، فبيبقى ممتاز جدا. الزنجبيل من الحاجات الممتازة، وقلتلكوا قبل كده ان هو سلاح ذو حدين، لو كترتي منه الفراخ هيحصل عندها انقباضات في الرحم، مش هتبيض والبيضة هتتقفل عليها. وعارفين الناس اللي بتلاقي الفرخة يا عيني مش قادرة تبيض بسبب المواد القابضة اللي زي الزنجبيل دي لما تكتري منها. عشان كده هو سلاح ذو حدين، فاحنا هنديه مرة واحدة او مرتين في الشهر. يعني الزنجبيل ده هحطه على المشروب ده مرة واحدة او مرتين في الشهر بس، ما تحطوش اكتر من كده. اما يكون الجو برد قوي وتلج قوي حطي نص معلقة زنجبيل على المشروب دوت. تمام كده. بعد ما بيغلي بسيبه يبرد خالص وغطيه، وبعد كده باخد منه كوباية على لتر مية كل يوم. خلاص. طيب افرضي بقى ان الفراخ دي او ان الزنجبيل ده خلي بالك هو حلو في ايه بقى الزنجبيل، ان هو بينزل الدهون، بينزل الدهون جميل جدا، بس مشكلته انه انت ايه، ما ينفعش نحطه كتير، احنا بنستخدمه بس في الشتاء، بس في الشتاء ومرة او مرتين في الشهر مش اكتر. طيب في مشروب تاني بقى اروع واجمل، خطير جدا جدا، وهينفعك قوي 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 للفراخ، والفراخ هتدعيلك والفراخ هتخرج معاكي بيض، وهو الحلبة الحصى. حلبة البلدي الحصى، انتوا عارفينها كلنا عارفينها، بنجيبها من عند العطار، الحلبة المرة. هجيبها واغليها واسيبها تتنقع، واخد البذر بتاعها ده مرمهوش هحطه ليهم على الاكل، والميه بحط لهم كوبايه على لتر ميه كل يوم بالليل. يعني اذا حطيتي المشروب بتاع الزنجبيل والفلفل الاسود والقرنفل الصبح، يبقى حطي بالليل الحلبة. الحلبة بقى امان الامان، ممكن تحطيها 3-4 مرات في الاسبوع مفيش منها اي ضرر. الحلبة هتعوض الفراخ عن الاحماض الامينية وعن الحاجات الكتيرة اللي جسمها ناقصه، وهتدفي جسم الفراخ في الشتاء، وهتخليك الفراخ ترجع تبيض، وهتدعيلي. جربي المشروبين دول وما شاء الله هتشوفي اعلى انتاج فراخ عندك في الشتاء. ولكل اللي حابة انها تغير حياتها وتتعلم حاجة جديدة وتفتح لنفسها باب رزق جديد، وحابة انها تشتغل من البيت، هي اللي بتختار ساعات العمل، هي اللي بتختار كل حاجة، انت بتبقي يعني رئيسة نفسك بنفسك، مفيش ليكي رئيس. انت بتحددي وبتقرري ازاي تشتغلي والسيستم بتاعك ونظام شغلك. عايزة تشتغلي من بيتك تعملي دخل وتعملي لنفسك بيزنس خاص بيكي اونلاين، كلمينا على رقم الواتس اللي هيظهر قدامك دلوقتي وتواصلي معانا، وان شاء الله تعرفي كل التفاصيل، ويا رب ربنا يقدر الخير للجميع.